اليوم اللي بعد المكالمة الأب ما قدرش ينام ولا حتى يقعد في البيت. راح للمقابر مع عامل كان يعرفه وطلب منه يفتح القبر، وقال له بالحرف: هفتح القبر حتى لو القانون يمنع، ابني ندهى لي. العامل حاول يهديه، بس لما حكاله على اللي سمعه العامل قال له حاجة خلته يتجمد: انت أول واحد يجي يسأل عن قبر رقم 13، واحنا ما كناش مفروض ندفن حد فيه. الراجل وضح له ان القبر ده اتقفل من سنين بسبب حادثة حصلت زمان لما اتدفن شاب بنفس العمر وبنفس الاسم، ياسين، واتقال انه رجع يظهر للناس بعدها بشهور. الأب انهار وقال: يعني أنا دفنت ابني في مكان مسكون؟ العامل سكت وقال له: مش بس مسكون، اللي بيخش القبر ده بيرجع، بس مش بني آدم تاني. الأب قرر يفتح القبر، لكن لما الفار بدأ يحرك التراب شموا ريحة غريبة ولقوا التابوت مفتوح، الكفن متقطع، وجوه التابوت مفيش جثة، بس الأغرب كان فيه موبايل شغال والشاشة منورة. ولما فتحوه لقوا رسالة صوتية بتاريخ نفس يوم المكالمة مكتوب فيها: لو سمعت الرسالة دي اعرف اني حاولت ارجع، بس المكان ده مش بيخرج منه حد. وبعدها الموبايل انفجر شرارة وتحول تراب. هل دي كانت روح ابنه بتستغيث، ولا ياسين الأول رجع مكان ياسين الجديد، ولا في شيء تاني محدش هيقدر يشرحه؟ القبر رقم 13 مفتاح السر اللي لسه محدش عرفه. في الليلة التالتة بعد فتح القبر الأب ما كانش قادر يرجع البيت. فضل قاعد عند المقابر شايل صورتين، صورة ابنه ياسين وصورة كانت مدفونة في القبر ومش عارف ظهرت ازاي. في الصورة التانية نفس الوش بس مش نفس العينين، نفس الملامح، لكن في حاجة شيطانية في النظرة، حاجة تخوف. رجل ما كانش ياسين، يبقى ابني فين؟ ولو اللي كلمني هو ابني يبقى ازاي بيكلم من تحت التراب؟ وأول ما دخل البيت لقى باب أوضة ابنه مفتوح. الغريب إن الباب ده كان مقفول بمفتاح وهو معاه في جيبه. دخل الأوضة ولقى الكومودينو اللي جنب السرير عليه الموبايل القديم بتاع ياسين اللي المفروض مسك الموبايل لقاه شغال، وكل الصور القديمة اتحذفت، مفيش غير صورة واحدة، صورة حديثة بتاريخ النهاردة لياسين واقف قدام باب القبر، والقبر مفتوح وورا ظهره فاضي. الأب حاول يتصل برقم ياسين بس الخط بيرن ويفصل، وفي كل مرة بيرن كان يسمع صوت أنين بسيط جاي من الموبايل. صوت قال: أنا رجعت بس ما قدرتش أرجع لوحدي. قالوا الأب وهو بيتراش: مين؟ أنت ياسين؟ الصوت رد: مش مهم الاسم، المهم إن اللي كنت بدور عليه خرج معايا من القبر. في اللحظة دي كل أنوار البيت فصلت والموبايل اتقفل، ولما الأب بص حوالين البيت لقى آثار. فتح الباب بهدوء فلقى حد قاعد على السرير ظهره ليه. قالوا: ياسين. اللي على السرير لف راسه ببطء وكان نفس وش ابنه، لكن بعين لونها رمادي ونص وشه متآكل، وقال بصوت هادي: أنا وعدتك إني هرجع يا بابا، بس اللي رجع مش أحي بعدها في المستشفى وسط الأطباء. سألوه: أنت كنت بتتكلم مع مين جوه البيت؟ قالهم: ابني. قالوا: بس الجيران بلغوا إنك كنت لوحدك وبصوت عالي كأنك بتزعق في الهوا. ولما الشرطة دخلت البيت ما لقيتش أي أثر لابنه ولا للموبايل ولا حتى لآثار التراب. ومن يومها كل يوم في نفس الساعة بعد الدفن الموبايل بتاع الأب بيرن من نفس الرقم اللي المفروض مقفول ومدفون، والمكالمة بتقول